السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة الحلقة من داخل دولة الإمارات. وأنا في الإمارات حبيت أعرف أحوال المصريين هنا إيه، راضيين ولا مش راضيين، مرتاحين ولا مش مرتاحين، الأسعار هنا بالنسبة لهم، مش بالنسبة طبعا للإماراتيين، يعني احنا بنتكلم على أحوال المصريين داخل الإمارات. حبيت اعرف ده كله من احد المصريين اللي بيشتغلوا في الامارات من اكتر من 20 سنة تقريبا، مواطن مصري اصيل، الاستاذ علي ميلاد. هنعرف منه كل حاجة عن الامارات، اسعار السلع هنا عاملة كام، سكر، زيت، رز، خلافه، تعليم، صحة، مرتبات المصريين هنا كام، طيب مرتبات غير المصريين اللي بيشتغلوا هنا في الامارات ايه، اللي هي العمالة الاسيوية. كل ده هنعرفه من الاستاذ علي ميلاد. اهلا بيك استاذ علي. يا اهلا وسهلا استاذ سمير، يا اهلا بيك وشرفتنا، وانا سعيد جدا بالزياره الجميله دي. والحقيقه من زمن والله نفسي فعلا اشوفك، وسبحان الله صدفه يعني ان احنا نلتقي هنا وفي دوله الامارات الحبيبه على قلوبنا كلنا. ده شرف ليا. والله انا لي الشرف مستر سمير. كلمنا عن احوال المصريين هنا ايه. اولا انت تجربتك انت في الامارات، بقالك كام سنه في الامارات؟ انا جيت 14/3/2005 الساعه 8:30 على طياره الجولف ايه. ده فاكر. طبعا تاريخ ما يتنسيش. يعني 19 سنه دلوقتي تقريبا. نعم 19 سنه ومرت كانها سنه. ولكن كسنه في لان مستوى المعيشه هنا يعني حقيقه يعني مستوى يعني راقي ومستوى يعني طيب العيشه الحقيقه. لغير الاماراتيين كمان، يعني حتى للمصريين، للاسيويين، للناس دي كلها. للمصريين اللي اشتغل في مجاله. احنا مشكلتنا احنا كمصريين اللي قبل ما نطلع من الغربه انا وديني واشتغل اي حاجه، فدي كلمه اي حاجه دي صراحه بتقابله مشاكل كتير جدا. تمام. بتلاقي خريج وعنده مهارات في مجال معين ويروح متجه لسكيورتي، يتجه لويتر، يتجه لكذا، فما بينميش مهاراته اللي اكتسبها في مصر. او الحديث التخرج نفس القصه، فبالتالي بيندرج تحت الفئه العماليه اللي احنا نسميها فئه سي. تمام. معاشه لا يتجاوز 2000 درهم، يعيش حياه كريمه وممتازه وفوق الممتازه، بس ما يقدرش ان هو لو اتجوز هيبقى زوجته في مكان وهو في مكان. لو متزوج مش هيقدر يقدر يجيب اسرته ممكن مره في العمر لو في تاريخ حياته انه عايش في الامارات. دي الفئه سي، اللي هو مرتبه حوالي 2000 درهم في الشهر، يعني نقول تقريبا 2000 درهم. نعم. يصرف منهم كام؟ اكل وشرب وسكن وكل حاجه. يعني ممكن ويقدر يوفر منهم ولا لا؟ يقدر يوفر، نعم يقدر يوفر منهم 1000 درهم، لان معظم الشركات هنا الحقيقه المسمى ان انا شغال في شركه ولكن يكفلني الدوله، فالدوله هي التي تكفل الوافد. دوله الامارات، قانون دوله الامارات او القانون اللي بينظم علاقه العمل والعمال في دوله الامارات، اللي بيكفلني هنا هي الدوله، فبالتالي حقوقي لازم تجبر صاحب الشركه انه يوفرها لي، منها التامين الصحي، منها قد يكون السكن، وفي الغالب بيكون السكن، منها بيكون المواصلات، فبالتالي ممكن اخد ال 2000 درهم دول صافي بس اكل واشرب منهم. بعض الشركات كمان بتوفر اكل وشرب للموظفين عندها، اللي هو بيكون دايما القطاع السياحي، القطاع المطاعم يوفروا الاكل والشرب لموظفينها، قطاع البترول طبعا لا شك، يعني برضه في اسي موجوده بقطاع البترول سواء كان سكيورتي او عمال نظافه او اشياء من هذا القبيل. طيب فئه بي بقى، احنا فئه بي هنمشيها فئه سي وبي واي. نعم. فئه بي ده بنسميه ان احنا نقول اللي هو المعاش بتاعه يتراوح ما بين 3000 الى 7000 درهم. تمام. من 3000 ل 7000 درهم، ده يقدر ان هو يكفل زوجته اذا كان معاشه يتعدى ال 5000 درهم، يقدر ان هو يجيب زوجته على كفالته الشخصيه، يقدر ان هو اذا عنده اولاد برضه يكفلهم على كفالته الشخصيه طالما معاشه عدى ال 5000 درهم.
ولكن دول في الغالب ما بتكونش حياتهم مستمره كحياه اسريه هنا. يقدر يجيب اولاده مره في السنه، مرتين بالكتير قوي، لان هنا السكن الى حد ما طبعا السكن العائلي غالي شويه، يعني مش اقل من الاستوديو مش اقل من 3000 درهم في الشهر. تمام. عشان انا اخد استوديو واجيب زوجتي واولادي مره في السنه، فمحتاج لي على الاقل 3000 درهم للشهر الواحد، ده غير طبعا الاكل والشرب. حتى لو انا في شركه وموفر لي الاكل والشرب فلازم انا اولادي مش ملزومين من الشركه. تمام. نقدر نقول فئه بي يعني في مستوى المعيشه بيكون اعلى رفاهيه من فئه سي. بيكونوا معظمهم محاسبين شغالين برضو في قطاع الفنادق، سوبرفايزر شغال مسؤول قطاع او كذا، فده بيكون المعاش بتاعه يعني اقصى شيء يوصل له 7000 درهم، ده اللي هو اقصى حاجه. تمام. يقدر يوفر منهم كام؟ يقدر يوفر منهم شهريا يعني لا يقل عن 3000 درهم اذا معاشه تخطى 5000. تمام. يعني يصرف 2000. يصرف 2000 يعني يوفر له حوالي $800، نقول نحسبها بالدولار، يعني يقدر يوفر $800. تمام. بالشهر. اذا قارنا هنا $800 ومعاش 5000، انا من وجهه نظري بحكم اقامتي هنا في الدوله احسن من اوروبا. ليه؟ طبعا وده مبدئي، ما اعرفش اذا الجميع هيتفقوا ولا ايه، ان انا كانسان يعني عربي، فاحنا دي بيئتنا، بيئه عربيه، الكالتشر بتاعنا، عاداتنا وتقاليدنا. احنا بننتقل اللي عايز يعيش في اوروبا ده يعني هو هواري اللي هو يعيش في اوروبا، ان هو قد يكون ان هو يتباهى ان انا عايش في اوروبا، لكن هي كمعيشه انا اشوفها صراحه ويعني لا تصلح للمعيشه كعرب. احنا كعرب في بعض الناس يعني والاصدقاء لي موجودين يقول لك انا بس هناك القانون يعني في قانون ماشي على الجميع. احنا هنا في دوله الامارات القانون يمشي على الكبير قبل الصغير. هو القانون واحد طبعا، ولكن دائما يعني انا اللي احنا نشوفه من الاصدقاء اللي يشتغلوا بالشرطه وبالقضاء قد تكون العقوبه مغلظه على رجل القانون اكثر من الانسان العادي. يعني هنا في دوله الامارات ويعلم الله ان احنا هنا في قطاعنا لازم اي حد يدخل عندنا بالاوتيل لازم عندنا اجراء امني بيتم. فبتجي لنا تفتيش دوري، يعني يقول لك اذا وزير الداخليه نفسه دخل عندك وما اخذت هويته نحن يحاكمون على هذه الخطوه. اذا وزير الداخليه ده من التحريات من الجهاز الامني نفسه تعليمات صريحه، اذا وزير الداخليه نفسه ده عندي وانا ما اتعاملتش معاه كمواطن عادي انا احاكم على هذا الفعل. ومعنى ده ان وزير الداخليه لو جه عند حضرتك هو ملزم، ملزم هو نفسه ما ينفعش يقول لك انت بتكلم وزير الداخليه يا اخي. لا نهائي هنا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده تماما هنا ابدا نهائي ما شفناش بل احنا يعني لازم نلتزم بالتعليمات ولو الوزير نفسه. قد يكون الوزير نفسه في بعض الاحيان يترك سيارته في اماكن مخالفه عشان يشوف هي تاخد مخالفه ولا مش هتاخد. اذا ما اخذت مخالفه ممكن يقيل الجهاز الامني بالكامل. هنا لا، هنا القانون سائد على الجميع والمساواة موجودة للجميع. مفيش فرق ما بين جنسية وجنسية، مفيش فرق ما بين مواطن وغير مواطن. هنا القانون يحمي الجميع تماما. هنا حقيقة أنا دائما حتى كنت يعني أعيب على بعض الحاجات بحكم عملي، فأقول هنا القانون في صف العامل وليس صاحب العمل. يعني هنا القانون يعني فأقولوا هم فعلا ينحازوا للعامل لأنه ضعيف بالظبط، ما حلتوش غير معاشه. اما صاحب الشركه عنده شركه مش محتاج. صحيح. فدايما كنت اقول لهم انتوا صراحه يعني بحكم انا تابع لصاحب شركه فعندي مشاكل عماليه مع الموظفين وغيرهم، فانا بطبيعه الحال يعني مسؤول انا يهمني صاحب العمل بالظبط، فالعامل ياخد حقه ولكن لا يجور على صاحب. فانا اقول لهم دائما القانون في صف العامل وليس في صف صاحب العمل. وقانون الايجارات بالمثل، اقول لهم انتوا دائما قانون الايجارات ينصف المستاجر ولا ينصف المالك. هنا يعني تخيل هنا ممكن يكون يعني مسؤول كبير وعنده بنايه وانت في شقته وممكن ما تدفعش ايجار لمده 6 اشهر وما يقدرش يمشيك، مع ان ده المفروض انه اعتقد ما انا ما اعرفش القانون في قانون ولكن حسب لان القانون بيعطي فرصه للمستاجر، قد يكون تعثر قد يكون توقف عن العمل
عنده مشكله، فما يقدروش ان هم يجوا في يوم وليله ويقولوا له بالسلامه اطلع انت واسرتك بره، او انت حتى لو شخص واحد. يعني لو شخص واحد وعايش بطوله في شقه، مش معقول هيجوا يقولوا له، ما بيحصلش. يعني مش هيقول كده اجراء ممكن ياخد من 6 اشهر لسنه عشان ناخد امر بطرد المستاجر اللي اتعثر في السداد. ودي كتير جدا، احنا عندنا يعني قضايا كتيره دائما، ولكن هو دائما حتى لما توصل للمحكمه فبعض الاخوه اللي يعني يعملون بالدار القضائي يقول لك دائما هم ينصفوا المستاجر، لان هو برضه ضعيف زي العامل بالظبط، هو ما عندوش امكانيات. فده ان دل وانما يدل على كميه العدل اللي احنا شايفينها هنا في هذه الدوله، وطريقه التعامل مع كل الجنسيات المختلفه اللي دون تفرقه. يعني انا بقول لهم انتوا ده مواطن، يقول لك ما فيش حاجه اسمها مواطن، احنا قانون يسري على الجميع، ما فيش حاجه. طب ده ما دفعنيش ايجار، ما تفصلوش الكهرباء. احنا مره حد عندنا ما كانش يدفع ايجار الوحده، فصلنا عنه، يعني مش عارفين يعني فصلنا الكهرباء، الشرطه جت بالامر ترجع الكهرباء. كيف تفصل عنه الكهرباء؟ لا يحق لك انك تفصل عنه الكهرباء، ما دفعش، دي قصه تروح في القضاء. اما انت فكان يعني المسؤول الصيانه شالته الشرطه انه تعدى على حريه شخص، ده حريته، انت كيف تفصل عنه الكهرباء؟ دي دلائل كلها. الامور دي مش موجوده في اوروبا، وانا اتحدى اي حد في اوروبا يقول لي الامور دي موجوده. مستحيل. ويدوا لك شقه هم من عندهم زي منظمات الهلال الاحمر والصليب الاحمر، ماشي. دي وضع تاني، بتقدم اجراءات وكذا، اني مهاجر، اني انا عندي مشاكل في بلدي ايا كانت سياسيه او اجتماعيه، دي ليه وضع تاني في اوروبا. اما هنا اما يدوا له شقه ويقعد وبيدفع ايجار ويتخلف شهر او يوم عن دفع الايجار، يرموا له اغراضه بره. هنا ما عندناش الكلام ده. يبقى اذا احنا قارنا دوله الامارات بالدول الاوروبيه وامريكا، والله ما فيش وجه مقارنه. دوله الامارات في السماء، ما دول يعني انا اشوفهم من وجهه نظري في الحضيض. طيب ندخل بقى، ننتقل للفئه A. احنا اتكلمنا على فئه C ثم فئه B، نطلع للفئه A. مرتباتها بتتراوح من كام لكام؟ يصرفوا كام في الشهر؟ يقدر يوفر كام؟ اسرته بتبقى معاه هنا ولا لا؟ نعم. فئه ايه دي طبعا المعاشات لا تقل عن 12,000 درهم بالشهر. ده مرتبه. تمام. ودائما فئه ايه ب 99% بيكون معاشه غير شامل السكن ولا التنقلات. تمام. يعني دائما الشركه هي توفر له السكن، توفر له التنقلات، توفر له مدارس اولاده ايا كان عدد الاولاد. في بعض الشركات تحدد ممكن ادفع لطفلين او 3. في بعض الشركات مفتوحه يدفعوا مدارس حتى الجامعات اذا وصلوا اولاده لمرحله الجامعه. المعاش مش اقل، بيبدا من 12,000 فيما فوق. في المعاشات بتوصل، المعاش استاذ علي يقصد المرتب. نعم. تمام. المرتب بتاعه 12,000 فيما فوق. في رواتب بتوصل فوق ال 200,000. طبعا ده اللي هو قطاع البترول والقطاع الطبي والكهرباء، دول رواتبهم بتكون يعني لهم معامله خاصه. تمام. دول اللي هم نسميهم النخبه اللي بيكونوا موجودين بدوله الامارات. طب يصرف كام في الشهر كاسره؟ مش هنقول يوفر كام لان المرتبات بتبدا من 12,000 لفوق. يعني لو اسره نقول 5 اشخاص، يعني زي يعني انا. تمام. نقول مصروفات في حدود تتراوح ما بين 4,000 ل 6,000 درهم بالشهر اقصى شيء. تمام. ده طبعا في حاله ان الشركه وفرت لي، بتدفع لي فاتوره الكهرباء، فاتوره الغاز، فاتوره التليفون، المواصلات. هاي والتعليم والصحه. نعم. والصحه والتامين الصحي اجباري على يعني اي حد عنده تامين اجباري من صاحب العمل. اي موظف داخل دوله الامارات في تامين اجباري. لازم يعني صاحب الشركه يكون عامل تامين اجباري لكل الموظفين اللي عنده تامين صحي. ده بيكون شامل، وده في يغطي جميع مستشفيات دوله الامارات وبمبالغ رمزيه. بيروح العامل لا قدر الله اذا عنده اي مشكله صحيه ممكن يدفع له 20 درهم فقط في مره الكشف. بتكون ال 20 درهم او ال 30 درهم او 50 درهم دي هي الكشف بتاعه، الفيزيتا اللي بيدفعها للدكتور، وبتكون شامله كل شيء سواء كانت تحاليل، ادويه، كل حاجه في المره. عايز اخد من استاذ علي اسعار بعض السلع هنا، يعني مثلا كرتونه البيض بكام؟ كيلو السكر؟
كرتون ماشي. السكر كيلو نقدر نقول كيلو السكر في نوعين من السكر. عشان انا اللي بقوم يعني بشراء احتياجات البيت. تمام. في السكر البني ده بيكون سعره للكيلو 3 دراهم ونصف. تمام. وفي عفوا 4 دراهم ونصف. والسكر العادي الابيض سعره 3 دراهم ونصف. تمام. البني بيكون سكر طبيعي يعني. كيلو اللحم، في اللحوم فيه اكتر من انواع من اللحوم، لان احنا عندنا جنسيات كتير، في اللحم الباكستاني، في اللحم الهندي، في اللحم السوداني. هو هنا السوق مفتوح لكل الدول، كل دخل منتجاتها. نعم مظبوط. بس باشتراطات. باشتراطات طبعا. نعم، يعني احنا هنا يعني عندنا اللحوم الباكستاني، الهندي، الصومالي، عندنا اللحوم الهولندي بس مزارع محليه داخل الدوله، ودي طبعا اعلاهم دي خاصه. نعم، الهولندي والفرنسي. تمام. دي مزارع محليه خاصه بدوله الامارات. السعر بيتراوح ما بين 20 درهم ل 45 درهم اللحم. تمام. للكيلو الواحد. تمام. نعم. تمام. السعر اللحمه من 20 ل 45. الرز مثلا بكام الكيلو؟ والرز طبعا هنا حدث ولا حرج، انا اشوف الرز عندنا ارخص بالامارات ارخص من مصر. والله. الرز اللي هو احنا بلد الرز حتى. احنا عندنا الارز طبعا، لان 99% من اللي يستخدمون الرز هنا اللي هو الرز البسمتي. تمام. فالرز البسمتي هنا اشكال كثيره جدا وانواع، ويتراوح ما بين درهمين ل 12 درهم. تمام. من درهمين ل 12 درهم، من 2 درهم حسب بلد المنشأ. حسب بلد النعم. حسب. تمام. اعلاهم طبعا بيجي من الهند وباكستان. تمام. اللي هو الرز البسمتي. هو طبعا الرز البسمتي عندنا يعني في مصر غالي جدا على ما اسمع، يعني ان هو مستواه يعني سعره غالي جدا. هنا بيبدا درهمين، ولما تشتري كميه بيكون ارخص كمان. دي فرصه سعيده للاستاذ علي، وحضرتك طبعا خبير في سوق العقارات، وعندك شركتك في مصر شغاله في العقارات. نعم. كمان فهيبقى لنا لقاء تاني نتكلم فيه عن سوق العقارات واسعار العقارات في مصر، وترشح للناس ايه ان شاء الله في مصر. شكرا استاذ علي. شكرا جزيلا.